السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم كويزيناس، وان شاء الله يلقاكم الفيديو ديالي هذا بخير وعلى خير وهنين ومهنين يا ربي. اليوم حبيت نطلع عليكم بوصفه تاع كروكي، راح يكون خفيف ويجي طري. راح نبداو هو نقولوا بسم الله. هاي معايا بسم الله. هنايا خديت 6 حبات بيض كاملين، درت معاهم كاس تاع السكر، والكاس الثاني تاع السكر نقصت 2 دوا. انا ما حبيتش بزاف الحلاوه، بصح تحبوا بزاف الحلاوه ديروا 2 كيسان. خلطهم مليح بالباتور، ومن بعد درت 2 كيسان تاع زيت هكذا. ومن بعد زدت خلطته غير شويه برك حتى دخل هذاك الزيت مع البيض والسكر كامل. هنايا زدت في 6 حبات تاع بيض قولوا هنايا فنجال تاع حليب هكذا. فنجال تاع حليب. وزدت هنايا معاه قشور تاع القارص هكذا، يعني القارص يعطي له طعم بنين بزاف. ما هكذا ونخلطه غير هكذا شويه باش يدخل هذاك القارص لداخل. هنا تقدروا تعوضوا القارص بالمنكه تاع القارص ولا لاغوم تاع القارص، هذاك الابيض ولا حتى هذاك الاصفر نورمال عادي. هنا قريصه تاع الملح، وبيان سور راح نديروا له الخميره عفوا الفارينه. هنايا هذا 6 حبات وكامل خداو لي كيلو، وتقدروا تقولوا 200 غرام حوالي لا 100 غرام كيلو 100 غرام تاع فارينه. زدت معاه 2 باكي تاع خميره الحلويات عادي هكذا، ونلموه حتى نحصلوا على العجينه عجينه طريه. دوك تشوفوا كيفاه. على بالي بلي حنلقاكم تخموا واش نديروا القهوه حليب مع الدراري يدخلوا ليكول وكامل. با قلت ندير لكم حاجه دير كونتيتي منها وما حش تاخذ لكم يعني بزاف مكونات، وتجي طريه وتجي بنينه. وممتو هكذا تخبوها في بورت مونجي كل خطره، كل صباح ولا كي يجوا العشيه هكذا تحطوا لهم طبسي تاع كروكي، يعني على الاقل تتهناو من التخمام تاع كل يوم تاع واش نديروا للقهوه تاع العشيه ولا تاع الصباح. شوفوا كيفاه نديروا الفارينه حتى تحصلوا على العجينه كيما هكذا طريه، ما تتلاصقش في اليدين بصح طريه هكذا. من بعد هنايا في السنيوه اللي ندخلوها للفور درت الزيت، دهنتها كامل بالزيت، ومن بعد درت هكذا حرابش كيما هكذا هكذا. ما تنسوش من بعد تيك راح يهبطوا دوكا يخمروا في الفور ويهبطوا. هنا كنت حاطه الفور يسخن، من بعد دخلتهم الفور. احنا عفوا قبل ما ندخلهم الفور راني نسيت، راني سبقت الفيديو. المهم احنا نشكلوهم كامل هكذا وبعدوهم على بعضهم. هنا كيما قلت لكم كيلو 100 غرام هكذاك خرج لي 7 هكذا. هكذا تيك 7 وواحد صغير، يعني كيلو 100 غرام الله يبارك. كونتيتي مليحه. هنا درت صفر حبه بيض، وهنا زدت معها لاغوم تاع الكراميل. لاغوم تاع الكراميل يعني يعطي لواحد البنه واحد الذوق هكذا ما شاء الله. هنايا برك مع الاول كي درت لاغوم ساحت لي القرعه فوق البيض، على هذا جات كونتيتي مي نقصت منها وكملته. هنايا حطيته يطيب. بعد ما طاب دهنته بالعسل، دهنته بالعسل هكذا مليح. وهنايا التزيين كيما حبيتو كيما ولا واش متوفر عندكم في الدار. انا هنا كان عندي شويه كاوكاو محمص ومرحي، ودرت نص بنوات كوكو ونص خليته سامبل ما فيه والو، درت له غير العسل برك هذا ما كان. هنايا راني نوريكم في الحبيبه، شوفوا هنا راهو سخون مازالو سخون، يزيد يبرد راح يحكم روحو ويقعد طري. يقعد لو كان الشهر يقعد طري ما يبس ما والو. واللي يحبوا يابس يضيف له ما يزيدلوش الحليب هذايا هكذا، واللي يحبوا الطري هكذا يدير له الفنجال تاع الحليب. هاي ان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم. وما تنسوش دي كيما نقول لكم ديما خلوا لي تعليق شباب كيما نتوما، وماذا بيا تشتركوا في القناه تفعلوا زر الجرس باش يلحقكم كل جديد. هاي لك النتيجه في النهايه كيفاش خرج ما شاء الله. ان شاء الله تجربوه
على الاقل وليداتكم يشربوا به قهوه الصباح ولا العشيه، ما يروحوش هكذاك للمسيد. وحاجه راهي اقتصاديه، وحوايج كامل راهم كاين في الدار، السكر كاين والحليب وكلش. في الاخير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، ابقوا على خير.